شرطه، وبيتكلموا كمان عن ناس محبوسين على ذمه تفجيرات طابه يعني 2004 وشرم الشيخ 2006. فواضح ان هم مجموعه، واضح ان في احكام ثابته، مش بس قضيه الاعتداء بتاع امبارح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقه فعلا من تم الاعتداء عليه محكوم عليه. بس مش معنى محكوم عليه حتى لو بالاعدام. لا طبعا، لا بس قصدي دي مجموعه كبيره واخده احكام ثابته، يعني مش حتى ناس محكومه احتياطي على ذمه قضايا، يعني في احكام وفي ضغط لتسليمهم الوقت او الافراج عنهم. طبعا. ولهذا بدات نقول انه لا يمكن لدوله قانون او لدوله محترمه ان تقبل بالافراج عن سجناء ودينه بحكم قضائي تحت ضغط، اي ضغط كان باي صوره ان كان. لان هذا امر يخل بهيبه الدوله وبسمعتها وبالقانون في هذه الدوله. هذا لان خلي بال حضرتك، انا اسف معلش بقطعك، التفجيرات دي مات فيها مصريين برضه، يعني بتاعت طابه وبتاعت شرم الشيخ يعني مات فيها ناس برضه، ويعني مطلوب لهم القصاص. طبعا. وبعدين دي احكام قضائيه لها سبل للنهايه، انما ما تبقاش بالقوه. تمام. لو بالقوه يبقى خلاص ما فيش دوله، يبقى خلصنا، انتهت الدوله عند هذا الوضع. عايز اقول ايضا ان الاوضاع في سيناء يعني ليست جديده، وان ما يجري في سيناء اليوم هو اقل مما كان يجري في عصر مبارك. تعالك ذكرت شرم الشيخ وطابه وغيرها عدد من العمليات اكثر بكثير مما يحدث الان. لهذا انا اتصور ان هذه المشكله مزروعه بفعل سوءات وعورات وخطايا النظام السابق، فضلا عن وجود اجهزه مخابرات كثيره في سيناء وعبثها بهذه المنطقه المهمه. انا رايت السجناء او المعتقلين من سيناء في احد السجون حينما كانوا معتقلين في 2004 2005 2006 ما عندهمش احكام، كانوا بيتكلموا بكل صراحه ان اسرائيل كانت تعاملنا افضل منكم، وبيكلموك ان احنا دوله اخرى كمصريين، يعني اهل الوادي دول عالم تاني، هم عالم واحنا عالم اخر. وان الحامل لما كانت بتتعثر في الولاده كانت الطياره الاسرائيليه ايام الاحتلال تشيلها في طياره هليكوبتر توديها تل ابيب تضع وتيجي. امن الدوله بتاعتكم جت علقت الحوامل لحد ما اجهضتهم، فاطار غير عادي مع الدوله والنظام السياسي واهل الوادي. هذه قضيه تحتاج الى معالجه جذريه والتعمق في نظر اسبابها ومسبباتها، والمدخل لها في الحقيقه ليس التصفيه، انما هو حل المشكله الاقتصاديه الاجتماعيه. لكن لا يكون ذلك على حساب التنازل او الرضوخ لمن يضغط بالقوه في سبيل اهدار دولة القانون. دكتور طارق، يعني بناء على كل اللي حضرتك ذكرته، حضرتك هتكمل برضه، هل يعني في الاطار ده بتأيد عمليه عسكريه النهارده في سيناء؟ انا بقول ان احنا امام فرصه ربما تكون تاريخيه لنشر وبسط نفوذ الدوله المصريه بقوه في هذه الاماكن، حتى لو تجاوزنا كامب ديفيد بدون اخطار. اسرائيل بدعوى الامن القومي المزعوم ضربت في تونس، ضربت في السودان، ضربت في لبنان، ضربت في العراق، بتهدد في ضرب باكستان، في اي مكان في العالم اسرائيل تخرج وتضرب بطائراتها اذا ظنت او قالت ان هناك الامن الاسرائيلي مهدد. احنا الان امننا على ارضنا مهدد، مش خارج ارضنا، على ارضنا. فليس هناك استئذان في نشر قوتنا على ارضنا في سبيل حمايه امننا. لا النهارده في مدرعات عدت من نفق الشهيد احمد حمدي ومدعوفه بقوات بريه، ويعني في قوات راحت كتير. هذه الفرصه يعني تعتبر تاريخيه في هذا المجال، ويجب الا تضيع منا باي شكل من الاشكال. لكن في الحقيقه انا برضو عاتب على الاستاذ عبد الحليم ان هو يتهم الرئاسه بهذه العمليه، لان موضوعيا وعمليا هذه العمليه من وجهه نظري موجهه لعناصر كثيره في الدوله المصريه منها الرئاسه. هذا هز لهيبه الرئاسه ولقوتها ولمكانتها، والعمليه اذا كانت موجهه لحد معين في مصر فهي موجهه للرئاسه. لا هي وجهه ليها امور اخرى، لان هي ضد هيبه الدوله في شكلها العام، ففي النهايه بتمس الرئيس والرئاسه ورئيس الدوله المنتخب الان هو الدكتور محمد. فارى انها موجهه ليه قبل، وموجهه للدوله وموجهه للمجتمع وموجهه ايضا للثوره. ليه بقى؟ لان انا رايي ان اهم واخطر الثغرات اللي يمكن ان تضرب منها الثوره المصريه هي مجموعه مشكلات محصوره، من ضمنها سيناء. لو استفحى الامر في سيناء هيبقى مدخل خطير جدا لاجهاض الثوره في مصر كلها، لتداعياتها بقى الدوليه والاستراتيجيه والامنيه. شكرا. استاذ سعد هادي النهارده. انا اولا بعتذر للمشاهدين على انفعال امبارح، لانه الانفعال ده ما هو